الصحب والخلان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. أنا سيار أحييكم من جديد وأعتذر عن الانقطاع المفاجئ، وقد اضطررت لتسجيل هذا الفيديو لأن الأمر عاجل ولأنه سابقة تاريخية حقيقة. لأول مرة يصدر قرار بهذا المستوى عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقال السفاحين المجرمين رئيس وزراء الكيان ووزير خارجيته بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ومجازر وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وما إلى ذلك. هذا القرار الذي صدر عن محكمة الجنايات الدولية، نحن نعرف طبعا محكمة الجنايات الدولية ليس لديها جيش، وإنما هناك 123 دولة في العالم موقعة على اتفاقيات محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى أنها أعضاء. طبعا هناك الدول غير أعضاء لكنها متطوعة لاعتقال هذين الشخصين. طبعا هذا القرار التاريخي الذي لأول مرة يصدر بهذه القيمة، لأول مرة يتم إصدار مذكرات اعتقال بحق أحد من التيار الغربي إن صح التعبير، أو من التيار التابع للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ضد الكيان. طبعا نحن نعرف أن هذه المنظمات، سواء محكمة الجناية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو غيرها من المنظمات أو حتى مجلس الأمن والأمم المتحدة وما إلى ذلك، حقيقة لم تخلق ولم تؤسس إلا لحماية الرجل الغربي، إلا لحماية السطوة الغربية، إلا لحماية. فعندما يأتي هذا القرار وتتورط شخصيات وتضطر مثل هذه المؤسسات، أنا أقول هذه المؤسسات ليست نقية وليست طاهرة وليست محايدة، وإنما هم أمام خيارين اليوم. الخيار الأول إما أن يعترفوا جميعا بأن هذه المؤسسات لا قيمة لها، وأما أن يضطروا مجبرين على القبول بهذه القرارات. حقيقة الفضيحة، طبعا الفضيحة الكبيرة من الولايات المتحدة نفسها، بمعنى أول ردة فعل صدرت عن الولايات المتحدة هي أننا نرفض هذه القرار. لقد صدعتم رؤوسنا منذ عشرات السنين بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات الزائفة. أول شعار وأول ردة فعل كانت صدرت عن الولايات المتحدة أنها ترفض هذا القرار، أي أنها لن تعتقل هذين الشخصين في حال نزلا على أراضيها. أما دول أوروبا في غالبيتها فقد دعمت وأيدت أو اضطرت محرجة لدعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وباستثناء طبعا المجر وبعض الدول التي كان رأيها مغمغم أو غير واضح. أغلب دول أوروبا الكبيرة كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا أيدت هذا القرار، وأعلنت أو بالأصح أعلنت تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وما إلى ذلك. باختصار ملخص هذا القرار نظريا طبعا أن أي دولة من الدول 123 الموقعة والأعضاء في محكمة الجناية الدولية مجبرة على اعتقال هذين الشخصين في حال نزلا على أراضيها. هل بالفعل ستلتزم هذه الدول، أم أن يعني كما غيرها من القرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة ستمر مر الكرام؟ بتقديري أنه سيتم تلافي الموضوع، وخاصة أن كما ذكرنا إذا كان خصمك القاضي فإلى من تشتكي. معنى هذه المؤسسات ممولة ومدارة من قبل التيار الغربي على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي يستبعد حقيقة أن يعتقل أي من هذين الشخصين على المستوى القريب. قد يتحول طبعا الأمر مستقبلا وقد تنقلب الأمور لصالح أهل الحق وينكسر الجبروت والسطوة والتجبر والتكبر الغربي. قد تتحول الأيام في يوم من الأيام، لكن على المستوى القريب والمنظور يستبعد بسبب الضغوطات التي تمارس أولا على هذه الدول، الضغوطات التي تمارس من قبل الولايات المتحدة. فنحن نتحدث عن أكبر قوة في العالم تدعم هذا الكيان المتغطرس، فبالتالي شخصيا أستبعد أن يتم اعتقال هذا الشخص على الأقل في المنظور القريب. لكن مبدئيا أعتقد أنه في نفس الوقت سيتجنب هذا الشخص أو هذان الشخصان سيتجنبان أو سيكون لديهم عائق حقيقي في السفر إلى 123 دولة على الأقل، إضافة إلى دول أخرى ربما تتطوع للالتزام بهذا القرار.
هذا فيما يتعلق بهذا القرار التاريخي. الصحب والخلان، آمل أن أراكم في فيديوهات أخرى وفي مناسبات أخرى أفضل من هذه المناسبة، وطابت أوقاتكم والسلام عليكم.